السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. سمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده تالت يوم العيد، كل سنه وانتم طيبين. قلنا نغير بقى، نعمل شويه كوسه، بتنجان، فلفل، شويه فراخ مشويه. طبعا مش عايزه اقول لكم طريقه المحشي لانك عرفتوها مني كتير قوي. انا كنت محضره اصلا الصلصه بالبصله وحطيتها في الفريزر، وبعد كده طلعتها النهارده، فكت، حطيت عليها الرز بعد ما غسلته ونشفته، وقطعت عليها الخضره التوابل وحشته زي ما انتم شايفين كده. كنت مجهزه البتنجان والكوسه والفلفل ومقوراهم، وحطاهم في حته قماشه لفاهم في كيس بلاستيك من يوم الوقفه. وزي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، ما فيش حاجه اتغيرت خالص. السر في حته القماشه او الفوطه اللي انا كنت حطاها فيها، نظيفه ومغسوله. سلقت الفراخ نص سلقه ودخلتها بتتبيله كاتشب، مستردة، شويه توابل، شويه سمنه بلدي، ودخلتها في الشوايه. ها ايه رايكم؟ ما خدتش ساعه زمن، وكان كله على البوتاجاز. اتفضلوا معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا احلى ناس، مع اسهل الاكلات مع ام سيف على اليوتيوب.